السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيبنا الطلاب، أخبارنا إيه؟ يا رب نكون شفنا أول فيديو وركزنا كده معاه. بص يا معلم، هعمل لك الفيديو تاني برضه صغير مش طويل، هكلمك فيه على معلومة واحدة بس ليس إلا، هنتكلم فيه على أهمية التفكير الإنساني إيه؟ وإزاي نقدر نشوف إجابات أهمية التفكير الإنساني إيه؟ فعشان كده يا حبيبي الفيديو التاني دوت على معلومة برضه صغيرة كده، واسمع معايا يلا إيه؟ خش على الموضوع. أهمية التفكير الإنساني 4 عناوين برضه تاخد بالك منهم. قال في منفعة عملية للفرد، هفرق لك برضه بينهم في كلمتين. في منفعة عامة، في صحة نفسية، قدرة على تحليل وتقويم ونقد. وتعال نتكلم على كل حاجة كده فيها لوحدها، ركز من حاجة. قال المنفعة العملية للفرد، المصلحة هنا خاصة، المصلحة هنا فردية، انت بس اللي استفدت. اجيب لك حتى من الفتحة بتاعت سيادتك، مصلحة خاصة للبني آدم. طالب خد دورة تدريبية في الإنجليزي في العربي عشان يتفوق على أصحابه. موظف خد دورة تدريبية في الكمبيوتر خاطر يتفوق على الناس ويترقى بسرعة. قادر برضه منفتح برضه التنافس. التنافس يعني التنافس يا عم شريف، التنافس يعني التحدي. سيادتك بتتحدى ناس، سيادتك اللي نجحت في العمل، انت تفوقت في المدرسة بتاعت سيادتك. فالمصلحة العملية للفرد تبقى المصلحة هنا خاصة بيك انت بس، انت بس اللي بتستفيد. غير بقى التانية قال لك المنفعة العامة. ومعنى المنفعة العامة حبيبي ان هنا بقى ايه، نمشي بخت يا بخت من نفع. ايوه واستنفع. كان الست الله يرحمها تقول لك كده، الله يرحمها، يا شريف يا ابن بنتي يا بخت من نفع واستنفع. هنا المنفعة مش ليك انت، هنا المنفعة منفعة عامة للجميع. اما اقول حكم عشان افيد الناس كلها، احل مشكلات الآخرين. الدولة عملت تكافل وكرامة عشان الأسر الفقيرة وما أكتر الفقراء في مصر. رجال أعمال خصصوا شوية فلوس من عندهم عشان يرفعوا من مستوى التعليم في بعض المدارس، يساعدوا الناس الغلابة ولا حاجة. أنت ساعدت ناس محتاجة وأنت ماشي في الطريق وعملت تصدقت المستشفى 57 فأنت عملت منفعة عامة. طب 3 الصحة النفسية. يعني ايه مش في الصحة النفسية؟ الراحة النفسية، عدم التوتر، عدم الاكتئاب، مبقاش متضايق ولا قرفان ولا متوتر، واحقق الصحة والهدوء والراحة لما اقدر اتكيف مع الاحداث اللي حوالين مني. ما الدنيا بتتغير، اتكيف دي بقى يا معلم يبقى عندي مرونة ان انا اعدل سلوكي، ما بقاش بقى زي الجاموس هو سلوك واحد اعمله، اللي بعمله السنة اللي فاتت اعمله السنة دي، لا، اللي كنت بعمله من شهرين اعمله دلوقتي، ما ينفعش. انت كل ما بتكبر لازم أن تعدل من سلوكك، لازم أن تبقى عندك قدرة على تغيير سلوك سيادتك عشان تقدر تتكيف مع الواقع. كلمة بقى التكيف ليها أكتر من كلمة موازية ليها: التعايش، التأقلم، التوازن، الانسجام، التوافق، الاندماج، الموائمة، الملائمة. كل ده بيساوي كلمة التكيف. ماشي؟ التعود على شيء، كل دوت بيساوي كلمة التكيف. انت نفسك انت يا عم الحاج، ما كنت في اعدادي وانتقلت المدرسة ثانوي، طبعا اصحاب اعدادي غير اصحاب ثانوي، دخلت ثانوي بقيت مخنوق ومتضايق وبتاع، لكن قدرت تتأقلم زي ما فوق، قدرت تتعايش. شوف التأقلم والتعايش اهو، وبقى لك اصحاب جداد. هو ده الصحة النفسية، انك تتعايش مع اللي حوالين منك، تتأقلم وتتكيف معاهم. 4 آخر حاجة عندي هنا القدرة على التحليل والتقويم والنقد. يعني سيادتك ما تبقاش تافه تتأثر بكلمة تجيبك وكلمة توديك. سيادتك ما تبقاش، جبت لك في سؤال هتلاقيها ورا كمان شوية، ما تبقاش سيادتك إمعة. يعني ايه إمعة يا عم شريف؟ يعني مالكش عايزة، يعني صفر على الشمال، يعني بتأثر باللي حوالين منك. لا أنا مش عايز أتأثر بقى كده. القدرة على التحليل والتقويم عشان ما تبقاش إنسان إمعة، ولا إنسان تافه، ولا إنسان عديم الشخصية، ولا إنسان صفر على الشمال. قلت لك وأنا بشرح، فاكر؟ لو لابد تبقى صفر خلي نفسك صفر على اليمين مش على الشمال. صفر الشمال ملوش عايزة، صفر اليمين بيضاعف الرقم. ومن هنا يا معلم أنت بترفض الشائعات، برضه أي إشاعة يجملك وأنت رفضتها ده تحليل ونقد. سيادتك بتفكر تفكير عقلاني، بتجمع معلومات
وبتجمع بيانات وبتتأكد من الأدلة بتاعت سيادة ده التفكير العقلاني، جمع المعلومات والبيانات وسؤال ده وده وده وده. كمان انت لما تحكم على شيء هتوافق او هترفض بيبقى عندك أدلة، عندك براهين، عندك حجج. واديك حتى امثله على كده. الواد اللي رفض مثلا انه يتنمر على اصحابه وبتاع عشان خاطر دي ضد عقيدته يا عم الحاج، ما اصحابه كلهم عملوا كده، هو ما تاثرش بيهم. انت واقف على النصر شيل اصحاب بيعاكسوا اللي راحه واللي جاي، ما تعاكس يا جدع. لا يا جدع مش هعاكس. ليه يا جدع انت صغير؟ لا يا جدع اختي لو موجوده زي كده مش هرضى حاجه زي كده. وبالتالي بقى عندك ادله وبراهين. انت ليه تعمل كده؟ حتى سيادتك سمعت معلومات مثلا على الانترنت ما تاكدتش منها الا لما ما صدقتهاش الا لما اتاكدت منها. هو ده التحليل والنقد يا معلم، التاكد من المعلومات. بص يا معلم، يقول إيميل سيوران: تتحارب العقول ايا كان مستواها ولا تجد راحتها الا في التحدي. ايه بقى التحدي يا عم شريف؟ التنافس. الله ينور عليك. ما ده معنى التحدي، نتنافس مع بعضنا، يا انا يا انت. العقول بتحارب مع بعضها. هنا كم واحد هيستفاد؟ واحد بس اللي هيستفيد. اصبحت منفعه عمليه للفرد، ولا قلت لك تكيف، ولا الناس استفادت، ولا سيادتك وافقت ورفضت على شيء. الفونسو دولا مارتين، هتلاقي شويه اسامي علماء وفلاسفه ما انزل الله بهم من سلطان، بس هم عندك. ما تقعدش بقى في الامتحان مين ده ومين ده، مش هتناسبه. الناجح لا يشتكي من الظروف، خد بالك، بل يفكر في تغييرها والتأقلم معها. اقفش عندك. اما تغير حاجة تتأقلم، تتعايش، تنسجم، تتكيف، جدعان. ومن هنا مفيش منفعة عملية. التأقلم والتكيف يعني راحة نفسية، يعني صحة نفسية، مش منفعة عامة ولا القدرة على النقد والتحليل. 3. قامت إحدى الشركات بدمج جسيمات ثاني أكسيد التيتانيوم في منظمات غسيل الملابس حتى يتم تغليف الثياب والحد من تلوث الهواء وأضراره على المواطنين. المصلحة هنا مصلحة عامة، مصلحة للكل. وبالتالي تعال نشوف حول مجالات التنافس دي بتساوي يا صاحبي المنفعة العملية للفرد. التكيف مع الأحداث والمتغيرات، الصحة النفسية ما تنفعش. ضح يعني ضح دي عم في الأول رفض أو مناقشة، دي ليها المعنيين: رفض الأفكار الهدامة أو مناقشة الأفكار الهدامة. بصفة عامة القدرة على التحليل والنقد ما تنفعش. الناس لما تستفيد ما أضرر عليهم، بقت القدرة على حل المشكلات دي اللي بتساوي يا معلم المنفعة. معلش القلب بيكتب كده بالايه بالعافيه لسه ما اتبرمجتش عليه. المنفعة العامة. في سؤالي رقم 4 قلت من شويه: لا تكونن إمعة تافه. إذا أحسن الناس أحسن، إن أساءوا أسأت. ماشي مع الريجة يا صاحبي. تدعونا العبارة لوحيد من أهمية التفكير وهي منفعة عملية للفرد؟ لا، مفيش ولا تفوق ولا تميز ولا نجاح ولا تنافس. منفعة عامة ما كلناش على الناس ومشاكلهم وازاي نحلها. صحة نفسية ما قلناش تكيف مع الواقع. إنما التافه اللي بيتأثر برأي اللي حوالين منه وماشي مع الريجة ولا عنده القدرة على التحليل ولا النقد. وبتلاقي إجابتك رقم 4 القدرة على التحليل وعلى النقد. 5. يقول فيثاغورس: من المفترض أن يدفعنا القلق إلى الاندماج وليس إلى الانعزال. نندمج. يعني نندمج يا عم الحاج؟ نتعايش، يعني نتكيف. وبالتالي خوض التنافس دي منفعة عملية، إصدار أحكام دي منفعة عامة، عدم التأثر بآراء الآخرين القدرة على التحليل، السعي لتحقيق التوافق النفسي. من الصحة النفسية اللي هو التوافق النفسي. 6. يقول كونفوشيوس: أن تتحلى بالإرادة للفوز والدافع لتصل إلى أقصى ما يمكن أن تبذله. هذه هي المفاتيح ستفتح باب تحقيق التميز الذاتي. تعكس المقولة أهمية التفكير. وكلمة تعكس مش معناها العكس عشان برضه الناس تبقى فاهمة. عشان الناس فاهمة تعكس يعني تخالف.
تعكس معناها يا باشا، يعني دي بتشير الى، بتعبر عن، تتحلى بإرادة الفوز والدافع. ما خدش بالي منها، عادي بتحصل، يعني ما بتحصل المفتاح قدامك ما تاخدش بالك منه. عامة اللي عنده إرادة للفوز، اللي عنده قدرة على النجاح والتفوق، ادي حاجة. بسألك في آخر سؤال خالص، التميز الذاتي، تميز ليك انت. المصلحة هنا كانت مصلحة خاصة مش مصلحة عامة، والمصلحة الخاصة هنا بتتكلم على المنفعة العملية للفرد، ولا قدرة على تحليل، ولا صحة نفسية، ولا منفعة عامة. 7، قيام الدولة برصف عدد من الشوارع والأرصفة لتسهيل حركة المرور والتقليل من الحوادث. طبعا مش انا بس تعرض لحادثة، الناس كلها بتعاني من المشكلة دي، وبالتالي احنا عايزين نحقق مصلحة عامة للناس. المنفعة مش خاصة بفرد واحد، ولا في تكيف وتوافق طبعا، ولا في تحليل ونقد. الكل عايز يستفيد، يا بخت من نفع واستنفع. بقت المنفعة ايه يا باشا؟ العامة رقم 7. سؤالي رقم 8، ابراهيم الفقي بيقول لك: من المحتمل ألا تستطيع التحكم في الظروف، ولكن تستطيع التحكم في أفكارك، فالتفكير إيجابي يؤدي إلى الفعل الإيجابي والنتائج الإيجابية. في المفتاح يا عم شريف، والمصحف قدام عينيك، والله قدام عينيك. لا تستطيع التحكم في الظروف، مش هتغيرها، لكن تقدر تتحكم في أفكارك، تغيرها، تعدلها. عندك مرونة في التعديل عشان تقدر تتوافق مع أي حاجة جديدة. أيوة، تتكيف مع أي شيء جديد. الله ينور عليك. عشان كده يا حبيبي، اللي يقدر يتحكم في أفكاره ويغيرها، ما كناش على منفعة عملية ليه ولا على منفعة عامة. أنا بغير أفكاري عشان أقدر أتكيف وأتوافق مع البيئة اللي أنا عايش فيها. من هنا بقت صحة نفسية، ما ينفعش بقى فيها إيه؟ قدرة على التحليل ولا التقويم ولا النقد. 9، تصدى الإمام محمد عبده للتواكل في عصره، وكان يدعو الأمة للعمل ورفض التأثر باتجاهات الآخرين. أدي مفتاح ما خدش بالي منه. استطاع مواجهتها بأدلة منطقية. أدي مفتاحين. يعني سيادتك محمد عبده ما تأثرش باللي حوالين منه، ولا منفعة عملية ولا منفعة عامة ولا صحة نفسية. عنده قدرة على التحليل وعلى التقويم وعلى النقد. آخر سؤال عندنا يا باشا: رحلة الطموح لا تتطلب البحث عن أرض جديدة، لكنها تتطلب الاهتمام والرغبة والسعي في تحقيق الطموح والتعامل باجتهاد حتى الوصول. سيادتك عندك هدف وعايز توصل له، عايز تتفوق، عندك طموح، عايز تتعامل باجتهاد مع الناس عشان انت تبقى احسن واحد. ايوه، تبقى احسن واحد. جدع يا تيمور. فانت بس اللي استفدت يا معلم من هنا. ولا يفهم معايا قدرة على تحليل، ولا صحة نفسية، ولا منفعة عامة. بنتكلم على منفعة عملية للفرد. كده يبقى انا يا معلم خلصت معاك المعلومة التانية والفيديو التاني. اسمعوا كده بهدوء واستنى مني الفيديو التالت والرابع. استنى فيديوهات المنطق في اليومين الجايين يا معلم. قبل تاك هنزل لك كام فيديو كده في شرح مبسط واسئلة للمنهج بتاع سيادتك. اسمع الفيديو كويس، وحاول برضو تعمل حاجة، حاول تحل انت السؤال قبل ما انا احله، شوف ساعتها اجابتك صح ولا غلط، وده بقى راجع معايا. اشوفكم ان شاء الله يا معلمين باذن الله تعالى في الفيديو اللي جاي باذن الله تعالى. وتابعنا على القناه بتاعتنا، اوعى تنساها، فيلسوف الغلابه. ايوه، انا الفيلسوف وانتوا الغلابه، وربنا سبحانه وتعالى يقوينا على بعض. ماشي يا رجاله، السلام عليكم.